تخيل حالك بنص حياتك العادية، شغل مستقر، عيلة، رفقات، بس شوي شوي بلش يصير في شيء غريب. مكالمات غريبة عم توصلك بأوقات مو مفهومة، رسائل مكتوبة بخط ايد عم تنترك على باب بيتك، وبالليل بتلمح خيالات عم تمرق ورا ستاير شبابيكك عم تراقبك بنظرات مو قادر تشوفها. هذا بالضبط اللي صار مع سيندي جيمس. سيندي جيمس كانت تعيش حياتها كممرضة نفسية بكندا، بس بين عشية وضحاها تحولت حياتها لكابوس ما بينتهي أبدا. والسؤال الكبير لحد هلا، مين كان ورا هاي التهديدات؟ عام 1982 سيندي كانت بمنتصف حياتها العملية، وبأواخر الثلاثينات من عمرها اشتغلت كممرضة نفسية وكرست حياتها لمساعدة المرضى النفسيين. بلشت القصة بعد 4 أشهر من انفصال سيندي عن زوجها، لما اجاها تهديد من الهاتف، مرة الطرف الثاني بيحكي ومرة بيهمس ومرة صمت تام. هلا يمكن الواحد يفكر انها مسحة غليظة او سوء تفاهم، بس الامور بلشت تاخذ منحى اكثر خطورة. سيندي خبرت الشرطة عن التهديدات يلي عم تتعرض لها، وبلشت الشرطة التحقيق. وعلى مدار الاشهر الثلاثة التالية قالت انه التحرش اتفاقم اكثر من هيك. بالليل بلشت تسمع صوت المتطفلين، اضواء البرندة تاعيتها تكسرت، والهاتف تم قطع الخط تاعه. الغموض فيق خوفها وبلشت تعيش بحالة رعب دائم. بس في مشكلة كبيرة بتواجه قصتها، واللي هي انه ما في ولا دليل مادي او بصمات بتشير لهوية الجاني، واللي خلى القصة تصير اصعب للمحققين. الامور ما وقفت عند الرسائل والمكالمات بس، بل وصلت لحدود غير معقولة ابدا. بلشت سيندي تتعرض لاعتداءات جسدية غريبة جدا. لقوا سيندي وهي بحالة ذهول ومغمى عليها بخندق على بعد 6 أميال من بيتها. كانت لابسة بوط شغل وقفازات رجالية، وعم بتعاني من انخفاض بحرارة جسمها كان مليان كدمات وجروح، وكان في جرابات نايلون أسود مربوط بإحكام حول رقبتها. لما فاقت قالت إنها ما بتتذكر شيء أبدا. كان واضح عليها إنه في حدا عم يتربص فيها وبده يأذيها عن جد. بس مع كل حادثة جديدة كانت الشكوك بتزداد حوالين يلي عم بصير. بعض الناس فكروا إنه يمكن سيندي بتعاني من انهيار نفسي أو انفصام شخصية، وبعضهم اعتقدوا إنه في جهة غريبة عم تستهدفها بهالشكل الغريب هاد. الخوف تاع سيندي وصل لدرجة انها استأجرت محقق خاص PI اسمه اوزي كابان، يلي كان يحاول يلاقي اي دليل او طرف خيط يقوده للجاني، بس مثل الشرطة ما لقى لا خيط ولا دليل. كانت الامور عم تتحول بسرعة من مجرد تهديدات الى خطر حقيقي جدا على حياتها. بعد سنوات عدة بلشت سيندي تشعر انها بدوامة لا نهاية إلها من الخوف والترقب، حتى بعد ما غيرت بيتها اكثر من مرة وغيرت رقم تليفونها وحتى حطت حراس قدام بيتها. ضلت التهديدات تجيها من كل حد بنوصل. صارت تشعر بالعجز الكامل، ما انها قدرانة تهرب من هالكابوس المرعب يلي ما عم تقدر تفيق منه من سنوات عديدة. واحدة من اغرب الحوادث يلي تعرضت لها لما لقوها بسيارتها وهي مصابة بجروح، ايديها التنتين مربوطين لورا ظهرها، وقالت انها تعرضت للاعتداء مرة تانية، بس بنفس الوقت ما في لا شهود ولا دلائل بتثبت او بتنفي روايتها. صارت سيندي تفكر انها تنهي حياتها بشكل كامل مشان بس تخلص من هذا الكابوس المرعب، بس دكتورها خلاها تفوت مستشفى أمراض نفسية مشان تقدر تتحسن وتتنحى عن هيك قرار بإنهاء حياتها. بعد 7 سنوات من التهديدات والمطاردات المستمرة، وبعام 1989 اجت اللحظة الحاسمة بحياة سيندي. اختفت سيندي، وبنفس اليوم لقوا سيارتها بموقف سيارات الحي اللي كانت عايشة فيه. وبعد أسبوعين جثة سيندي جيمس اتلقت ببيت مهجور، كانت مربوطة بشكل معقد ومخنوقة بحبل. الأمر يلي أثار جدل كبير إنه جسدها كان بحالة متقدمة من التحلل، يلي بيعني إنها كانت ميتة من أيام عدة مضت، أيام قبل ما يلاقوها. الشرطة كانت بالبداية تعتقد إنه يمكن قتلت حالها، بس هالشي بينفي حالة الجثة المربوطة بشكل معقد ومحكم، ويلي مستحيل تقدر تعمله. كيف شخص مربوط بهيك شكل يقدر يخنق حاله؟ ما بصير، ما منطقي. وأساسا ما كان في أي دليل بيشير لوجود طرف تاني بالحادثة. التقارير الجنائية أشارت إنه سيندي توفت بسبب جرعة زايدة من المخدرات، ومع هيك بضل في كتير من الأسئلة يلي ما إلها أي جواب منطقي. هل كانت سيندي ضحية لمطارد مجهول؟ هل كانت تعاني من اضطرابات نفسية خلتها تتخيل كل هاي الأمور؟ ولا كان في شخص ما عم يتلاعب بحياتها وأعصابها للنهاية؟ المحققون اعترفوا بالنهاية إنهم ما قدروا يأكدوا إذا كانت حالة انتحار أو جريمة قتل، وكل شيء بهاي القضية بقي غامض. اليوم بعد مرور عقود على وفاة سيندي جيمس ما زالت القضية بتثير التساؤلات، وشو ما كانت الإجابة قصة سيندي جيمس راح تضل واحدة من أكثر القضايا غموض وإثارة بتاريخ كندا كاملة. سيندي جيمس تعرضت لهجمات متكررة وحوادث غريبة لمدة 7 سنوات كاملة. إذا كنتوا مكانها كيف كنتوا راح تواجهوا هالوضع؟ وهل كنتوا راح تستمروا بالتبليغ عن كل حادثة للشرطة، أو يمكن كنتوا راح تختاروا طريق آخر للتعامل مع الخطر؟ أعطوني رأيكم بالتعليقات، ولا تنسوا تشتركوا ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم.